بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة في كل مكان في الوطن العربي الكبير، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في المباراة الأولى في نصف نهائي كأس العالم للأندية. العالم كله، كل العالم في كل قارات العالم الآن يناظر جدة ويتابع جدة وينتظر موقعة عربية ممثلة بالأهلي المصري وبرازيلية، حيث الظهور الأول في مونديال العالم للأندية مع هذا النجم، مع جانسو، مع بقية الرفاق. إنه فلومينينسي الفريق العريق الذي يأتي للمرة الأولى وقد أبعد في طريقه فريقا كبيرا إنه بوكا جونيورز، لكنه الليلة يصطدم بالشناوي ويصطدم ببقية الرفاق اللي طبعا في المباراة الأولى أمام شقيقهم نادي اتحاد جدة في المباراة الأولى 3-1 أوصلتهم الآن مع حسين الشحات، مع علي معلول، مع بقية الرفاق إلى دور نصف النهائي. ليس الأول في تاريخ النادي الأهلي بالمناسبة، إنما رابع نصف نهائي. الأهلي لم ينجح في المرات الثلاث الماضية، ولكنه الليلة باللون الجديد، باللون الرمادي، يتمنى الفريق العربي تكررها. البداية للأمام وخطيرة البداية الأولى، لكن لدينا الراية ترفع، والخطأ أو التسلل الأول في المباراة يرفع. نعم، التسلل موجود، في تسدد وتصطد ولا زالت أهلاوية، والكرة تبقى كولر. اللقب لم يذهب إطلاقا عن هاتي تاو سدد. الله الانذار. المباراة كرة جميلة، الله للأمام، والكرة فيها مرور وعالية خطيرة. الله مرت بسلام على الله يا إمام يا عاشور في ضربة ركنية اصطدت فيه مارتينيلي. حسين الشحات فكر في التسديد، قوية وإمام عاشور. نعم، إمام عاشور يبحث عن فوزه أو هدف 28. هذه محاولة، هذا الله، هي للتاريخ. الله، بداية مرعبة، كرة خطيرة. الله فرصة أخرى للنادي الأهلي بالضيع، ومحاولة مستمرة، وياه ضغط رهيب من الله، جميلة خطيرة، فرصة للأمام، إبعاد، وحكم المباراة يحتسب وجود على حكم المباراة البولندي. الكرة لعبت خطيرة، فرصة، الله، مرت بسلام الكرة الماضية. نعم، من هذا الكولومبي الخطير جون أرياس. ضربة ركنية نفذت ذكي لحسين الشحات، ممكن يحصل على ضربة جزاء. الله سدد واصطدت في المدافع في هذا المكان. حسين الشحات، هي الله شيء من التركيز يا حسين الشحات، عادت الآن، محاولة مستمرة الآن، وياسر إبراهيم، الكرة كبيرة بهذه الصورة، تبعد الآن طبعا انت الله الفرصة السهلة يا كهربا، هذه سهلة يا كهربا. اي نعم، هنا كاكينو، وتحولت لأن تكون بعد ذلك رمية تماس. الأول من المباراة، أداء جماعي كبير، الكرة طارت، لكن يجب الحذر من فلومينيز. هذه الكرة بعيدة كل البعد، تصل لأن تكون لخارج أرضية الملعب في الكرات الماضية. حدث كبير آخر أن يكون بامتياز الكرة الماضية. سبتين من تفوق في الشوط الأول، أعتقد أن هذا السويسري
السويسريين طبعا، والساعات السويسرية الدقيقة جدا. نتمنى أن يكون الشوط الثاني سويسريا على مستوى الدقة في إنهاء الهجمات. يا لاعبي النادي الأهلي، نعم نعم نعم، افعلوها، هم ملوك في هذا الأمر. هذه محاولة مستمرة الآن، الصافرة موجودة والخطأ موجود كذلك. ونحضر في المحاولات المتتالية بالمناسبة الآن، متتالية لنادي فلومينينس. نعم شحات، يلا الله الله، سهلة سهلة يا كهرباء، سهلة يا كهرباء، كانت محتاجة إلى عالية. الآن محاولة خروج الشناوي، محدث في الشوط الأول لمارسيلو اللي سدد، اصطدت في مدافع النادي الأهلي. خطورة كبيرة جدا. شحات كرة عالية، الله، يا كهرباء، لكن من المهارة الآن الله، لا زالت في أرض الملعب، لا زالت في أرض الملعب، لا زالت في أرض الملعب. كرة تلعب وتصل، الخطير ومرور وكرة تبعد وضربة جزاء، ضربة جزاء، ضربة جزاء لمارسيلو، ضربة جزاء لفلومينينسي. وهل كان هناك خطأ من بيرسيتاو؟ سقط أرضا هذه اللعبة في هذه اللقطات أن يؤثر معنويا على اللاعب المتقدم. إنه جون أرياس الكولومبي لا يناظر المرمى، يركز كثيرا جدا في تنفيذ ضربة جزاء. الشناوي في المرمى، أرياس يتقدم ويسدد ويسجل الهدف الأول في المباراة من ضربة جزاء. ضربة جزاء يتقدم من خلالها نادي فلومينينس بالهدف الأول في المباراة، يتقدم على النادي الأهلي. ونشاهد الآن في مدرجات طبعا الجوهرة المشعة، نشاهد فرحة برازيلية والتعليمات من جانب دينيس لمباراة. الله الله الله، ماذا أضعت يا تاو، ماذا أضعت يا بيرسيتاو. مكان جميل للأمام، الله الله، طاهر محمد طاهر في الكرة، وكرة والشناوي، برافو للسد العالي، برافو الشناوي. نعم، ياسر إبراهيم يخطي في المرة الأولى، جون كينيدي عند الكرة، والهدف الثاني أعتقد أنه ينهي الأمور. هدف ثاني لفلومينينس من جون كينيدي البديل، جون كينيدي البديل الذي دخل في الشوط الثاني في مباراة اليوم، وكان على موعد مع هدف ربما ينقل فلومينينسي، لأن الهدف يسجل في الدقيقة الأخيرة.